فيلم حياة الماعز فيلم مقتبس عن قصة حقيقية، بيحكي عن إنسان هندي بيهرب من الواقع المرير ببلده وبيجي على السعودية، ولكن بيتم استعباده عن طريق كفيل سعودي. بهي الحلقة أنا رح أجيب عن بعض الأسئلة اللي عم تنطرح بالسوشيال ميديا. هل هذا الفيلم مسيء للإسلام؟ هل هذا الفيلم مسيء للعرب؟ أو هل هذا الفيلم مسيء للسعودية؟ ولما بنشوف الآراء النقاد على السوشيال ميديا نكتشف أنه النقاد السعوديين هن أكثر النقاد المزعوجين من هذا الفيلم، وأكثر الناس المبسوطين كانوا من هذا الفيلم الهندي هن النقاد السينمائيين المصريين اللي اعتبروا هذا الفيلم هو رد على تركي آل الشيخ لما هو قرر يعمل مجموعة من الأفلام المشتركة السعودية والمصرية. وخصوصا أنه واحد من الأفلام اللي انطرحت على الطاولة هو فيلم النون والنصاب، اللي بيحكي عن مصري بيروح على السعودية وبينصب على الحجاج بموسم الحج والعمرة. هل هذا الفيلم بيسيء للعرب؟ نعم، هذا الفيلم بيسيء للعرب. قبل ما يسافر نجيب اللي هي الشخصية الأساسية من الهند وهو يهرب من الفقر الموجود ببلده، بيصير بيحكي مع أهله وبيحكي مع رفقاته إنه هو بده يروح يسافر للسعودية لحتى هو يشتغل. وأثناء حديثهم وطول ما هن قاعدين عم بيحكوا عن العرب، بيحكوا إنه العرب فاحشي ثراء وهن وجهتهم وهدف الأساسي من وجهتهم للسعودية هو بس المال. بأثناء حديثهم هن ما تطرقوا على انه هن رايحين ممكن يشوفوا ثقافة تانية، يشوفوا شعب تاني يتعلموا منهم او هن بيحبوهم، وكأنه المخرج حابب يقول لك انه البلد مثل السعودية ما بينجح لها لحتى بس ينجمع فيه الاموال. ما في اي شيء ثقافي، ما في اي شيء اجتماعي جاذب لاستقطاب الهنود غير المال وغير البحث عن الثراء. ولما الهندي بيسافر على السعودية بيوقع بالصحراء، وبهي الصحراء ما في غير انه هو ياكل خبز ويعيش مع المعز والإبل والحيوانات. وبيفرجيك كيف كانت الشخصيات الغريبة او اللي هي الاجانب الموجودين بهداك البلد مو قدرانين انه هن يساعدوا بعضهم، وبنفس الوقت بيفرجيك كيف اصحاب الارض هن عالم همج بيتعاملوا بالضرب، ما عندهم اي ذرة انسانية، وكتير كتير كتير من العنف وكتير من الضرب وكتير من الإساءة للشخصية الهندية، لدرجة بتلاقي انه شخصية نجيب لاقت الحنية والتعاطف من الماعز اكثر ما هي لاقته من الشخصيات العربية المحطوطة بالفيلم. السؤال الثاني، هل هذا الفيلم يسيء للسعودية؟ الإجابة هي لا، لأنه طوال الفيلم وانت لما عم تشوف انه كيف الكفيل قاعد عم يعذب الشخصية الهندية وعم بيمنعه من أبسط حقوقه، لدرجة انه هو ما عم بيخليه يتحمم، ودوم قاعد عم بيضربه بالقشاط وعم بيضربه بالعقال وقاعد عم بيعذبه بطريقة استعبادية جدا جدا سيئة. ولكن بنهاية الفيلم لما منشوف شخصية نجيب وأخيرا وصلت على الطريق، ومنشوف انه كيف زلمة سعودي جاي بسيارته بيحطه بهي السيارة وبسقيه مي وبياخده لقلب المدينة وبيعامله معاملة كتير لطيفة. هون المخرج حابب يوصل فكرة انه بكل بلد في اشخاص طيبين وبكل بلد في اشخاص سيئين، وخصوصا لما منكتشف باخر الفيلم انه الشخصية اللي كانت عم بتعذب شخصية نجيب طوال الفيلم هو بالأساس لم يكن كفيل نجيب الأساسي، ولكن هو شخص شافهم بالمطار وخطفهم واصطادهم وأخذهم للصحراء، وبالصحراء شفنا اللي شفناه. ولكن قد ما نحن نحاول نحلل رسائل المخرج ما فينا ننكر انه هي القصة قصة حقيقية وصارت، وما فينا ننكر انه في كتير من الاشخاص ماتوا بالصحراء نحن ما بنعرف عنهم. طيب هلأ وصلنا للسؤال الأهم، هل هذا الفيلم أساء للإسلام ولا لا؟ للأمانة هذا الفيلم ما أساء للإسلام أبدا. صحيح انه بمشهد من المشاهد بنشوف نجيب قاعد وكان فاقد الأمل وبصير يقول انه لو كان في إله ما كان تعذب كل هذا العذاب، بس ولكن بنفس الوقت شفنا كتير مشاهد أثناء رحلة نجيب بالصحراء كيف هو قاعد عم بيصلي وكانوا عم بيصلوا جماعة، ومشهد الصلاة للأمانة بتكرر عدة مرات. وهون المخرج حب يوصل رسالة انه هذا الفيلم لا يقوم بإساءة للمسلمين، ولكن هذا الفيلم بيحكي عن قصة حقيقية صارت لإنسان هندي تعرض للظلم بالسعودية وبس. والشيء الثاني اللي هي حقيقة الادعاءات انه هذا الفيلم بيسيء للإسلام، هن النقاد السينمائيين السعوديين بحد ذاتهم حاولوا يوجهوا الرأي العام من مشكلة العمالة الموجودة في السعودية ومشكلة الكفيل
لمشكلة رأي عام ومشكلة إساءة للإسلام. وإذا بدنا نحكي عن إسقاطات الفيلم، فالفيلم عمل إسقاطات جريئة جدا. أول إسقاط هو إسقاط الوطن والغربة. هذا الفيلم لما نحن منشوف كيف لما بيصير فلاش باك وكيف لما نجيب بيحلم، منشوف كيف الوطن تبعه كان مليء بالمي ومليء بالوفرة ومليء بالأشجار والطبيعة الخلابة، ولكن لما بيستيقظ بالغربة منشوف كيف هو عايش بصحراء قاحلة وعم بيتعرض للظلم وعم بيتعرض للاستعباد بنفس الوقت. وللأمانة هذا الشيء بيعيشه كل مغترب اغترب عن بلده. وهذا بياخدنا للإسقاط الثاني اللي هو الإنسان اللي وطنه ما بتعزه بيصير رخيص جدا وبيصير عبد عند الآخرين. والإسقاط الثالث وهو الأجمل لما بيحكي كيف العبودية وكيف الإنسان بيستغل الإنسان لحتى هو يستعبده وكأنه هو ملك عنده، وكأنه هذا الإنسان مثله مثل أي حيوان عايش بهي الزريبة. كان معكم آلان بكر، وبشوفكم بحلقة قادمة ودمتم بخير.